السلام عليكم ورحمة الله. أهلا بكم في المتحف المصري الكبير. طبعا المتحف تحفة. ده في البداية أقول لك أنا في البداية الأول أهو. ده وإحنا داخلين بنمشي مسافة كبيرة، بعد كده بنلاقي بوابة بيشوفوا فيها الشنط. تمشي الشنط بتمشي على السير تشوفوها يشوفوها. بعد كده البوابة التانية عشان تشوف التيكت. تمام، بعد ما نشوف التيكت وتمام التيكت مظبوطة، نمشي برضو مسافة تانية علشان نروح المتحف. تمام. واحب اقول لكم دي المسلة اللي قدام المتحف، المسلة الجميلة دي. وده انا قدام المتحف. طبعا هو دخلنا المتحف كان في استقبالنا رمسيس الثاني بيسلم عليكم. حتى الطفل هو ما شاء الله بيصور. المتحف بصراحة يا جماعة تحفة، وبيوريكم قد ايه الانسان المصري كان بارع في كل حاجة، في الطب، الهندسة، التحنيط، الفلك، كل حاجة. هنا بقى طلعنا على الدرج او السلم الكهربائي. تشوفوا بقى ايه الحضارة المصرية العظيمة. شايفين ما شاء الله كده طالعين الدرج. واحب اقول لكم ان في هناك اماكن للوضوء، وفي حمامات، وفي مصلى للرجالة وللستات. بتبقى تحت خالص في الارض، تحت السلم الكهرباء ده، او بمعنى اصح جنب السلم الكهرباء في الارض. تمام. شايفين بقى بعد ما طلعنا بقى في الاخر المنظر الجميل ده تشوفوا الاهرامات. تمام. هنا بقى دخلنا القاعات. شوفي بقى ايه الانسان المصري القديم، انه كان بارع في كل المجالات. انا ما حبيتش اطلع الصوت لان الصوت كان فيه دوشة جدا. كنا يوم جمعة كان زحمة. واعملوا حسابكم ان انتوا هتمشوا كتير، وتلبسوا حاجة فلات كده عشان ما تتعبوش من المشي. ده المنظر من فوق بصراحة تحفة. شايفين المنظر من فوق عامل ازاي؟ طبعا المتحف ما ينفعش يوم تروحوا، عايز كذا يوم عشان تشوفوا كل حاجة. ودي قاعة توت عنخ آمون. دي القاعة بتاعته دي العجلات الحربية بتاعته. دي العجلات الحربية. دي مقتنيات توت عنخ آمون. وده دهب طبعا، دهب حاجات كده يعني حاجات قيمة. طبعا كل حاجة كاتبين لك عليها ده ايه وبيحتوي على ايه وكده. حتى الشبشب بتاعه معمول من الذهب بتاع توت عنخ آمون. وده طبعا القناع الذهبي ده اللي أبهر العالم. ده حوالي 11 كيلو ذهب خالص من قطعة واحدة، غير بقى المتزين بقى أحجار كريمة. ده طبعا احنا بنخش عند توت عنخ آمون. بصراحة هم عاملين نظام بتخش في طابور كده عشان الزحمة. وده ما بتخش بالطابور بيبقى ظهر القناع.
ده القناع من الاول، وشه اهو، ده وش القناع. كان في اجانب كتير جدا هناك ومعهم مرشدين سياحيين. هنا بقى دخلنا ايه المبنى التاني بتاع مراكب الشمس. يعني هتلاقوه موجود في وشكوا كده مفتوح، تخشوا بقى ايه آه تشوفوا مراكب الشمس. دول قاعدين، دول عاملين اجتماع تقريبا. ادي مركبة اهي. ده التصوير من تحت، دي قبل ما نطلع. طبعا في اسانسيرات هناك للي يحب يطلع في الاسانسير.